نداء أخير. إن العراق الحبيب وقع ضحية الصراع الأمريكي الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، وكأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب. لذا أوجه ندائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية الجارة العزيزة أن تبعد العراق عن صراعاتها، ولن نتركها في شدتها إذا ما حفظت للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال. وأحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع، فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في النزاع، ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب. وفي حال عدم الاستجابة فسيكون لنا موقف سياسي وشعبي لأحمي شعبي ووطني ومقدساتي ونفسي من هذا التدخل غير المقبول بطريقة أو أخرى. فالعراق عراق علي وعراق الحسين، ولن يتبع لأحد مهما كان، وهو مصدر التشيع الحقيقي ومصدر المقاومة الأول ضد الاحتلال، ولن يخضع ولن يركع إلا لله. العراقي مقتدى السيد محمد الصدر.